السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، يبعود الأيام عليكم بخير. فيديو النهاردة وفيديو سريع بسترجع معاكم أحلى الأوقات بصراحة كنت بقضيها معاكم. بصوا أنا نزلت، كنت آخر واحدة نزلت وشافت حاجات رمضان، وآخر واحدة ممكن تسألوا إن أنا يعني أكون عملت حاجات ريفيوهات رمضان. بس حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يحققها، ويا رب يكون رمضان خير وبركة علينا وعليكم جميعا، وكل اللي يتمنى حاجة يلاقيها، وربنا يخرجنا من رمضان بجد كلنا كده مليانين ومكاسب مكاسب ونعمل الخير ونبقى طالعين مبسوطين ان احنا مقصرناش. بصوا بقى، ده السوق ده كان فيه كل ما يخص رمضان. ده في المنشية خاصة من ناحية كده من ناحية كمال سعد، ده فيه كل حاجة وبسعر الجملة ارخص من بره. الصواني الذهبي دي طلعت ترند جدا، حلوه في التقديم وحلوه كمان في الايام العاديه، وحلوه تعملي فيها ضيافه رمضان وضيافه العيد. عايزه اقول لكم ان الناس كلها بتشتري فعلا الحاجه فرحه، يعني ممكن تفرحي نفسك، مش شرط تنزلي بمبلغ كبير ولا اي حاجه من دي. انت ممكن تفرحي نفسك بطقم كوبايات ب 30 جنيه، ممكن تفرحي نفسك بتمرية ب25 جنيه. يعني انا دايما مع المقولة فرح نفسك ولو بالقليل. ممكن تجيبي لنفسك فرع اللي هو فرع زينة رمضان ب5 جنيه، بداية من 5 جنيه ب10 جنيه. فعايزة اقول لكم اعملوا كده وفرحوا نفسكم وخلوها عادة، واعملوها وفرحوا نفسكم، لان احنا دلوقتي رمضان شهر بنستناه من السنه للسنه، وبيجي مره واحده في السنه. فانت حاولي تفرحي نفسك وتسعدي نفسك انت واولادك بابسط الاشياء، وخليهم دايما عاده يستنوه. عايزه اقول لكم بقى، رمضان شهر الخير والبركه، ربنا يجعله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونقدر نستفاد منه ويبارك لنا في رمضان. بصوا بقى، انا عملت لكم جوله هي سريعه، حبيت بس اوريكم الدنيا ماشيه ازاي والحاجه عامله ازاي. السنه دي اكتر حاجه لفتت نظري هي الصواني الذهبي ديت بكل اشكالها وبكل احجامها. الاسعار حاولي ما تشتريش من شخص واحد او اول شخص تقابليه، لا اسالي مره واثنين وثلاثه، واقل سعر انت احسن تشتري بيه، والفرق السعر ممكن تستفادي بيه بحاجه تانية او تخليه معاكي. بصوا انا هنا كنت بصور ليله السحور بالظبط، الناس كانت زحمه زحمه زحمه، بس حبيت ان انا انقل لكم الشكل عامل ازاي. في ناس بتجيب حاجات السنه الجديده او الحاجات بتزودها بعد بدء رمضان او خلال الشهر، بتبقى ارخص ومتوفره وبتاخدها بسعر احسن. بس كده، دي جوله سريعه. عايزه اقول لكم والله حرفيا انا ما كنتش عارفه اعدي ولا عارفه امشي اصلا من كتر الزحمه، كميه ناس وزحمه في المكان بصراحه رهيبه. الناس كلها فرحانه من قلبها، بس مشكله بقى في المواصلات، لو انت حابه تركبي مواصلات او حاجه بتتعبي شويه، مش بتبقى متوفره وبتبقى تعبانه. روحت اليوم ده عملت فنجان قهوه، بس بصراحة كان جميل. قلت بدل ما اشتريه من بره بيبقى معدي دلوقتي 40-50 جنيه، ده اقل حاجة. وجبت كمان كان عندي طرت، قلت يلا قبل السحور الواحد يودع الحاجات ديت. كان فنجان القهوة قلت اودعه، لان انت بعد كده ممكن يوحشك. والله يا جماعة انا عايزة اقول لكم النهاردة تالت يوم رمضان وشربت فنجان قهوة بعد السحور عادي خالص، عادي. من كتر الصداع انا عايزه اشوف حل للصداع، رحت شاربه فنجان قهوه. بصراحه كان طعمه فظيع فظيع فظيع، خصوصا لما تقعدي يوم ولا حاجه، ده بالنسبه لك فتره ان انت ما تشربهوش. عايزه اقول لكم استنوني فيديوهات تانية كتير كلها نشاط ومتعه باذن الله. عايزه اعمل لكم بعد كده حاجات خاصه بالعيد وفرش العيد، ربنا يسهل وانزل لكم فيديوهات كتير الايام الجايه. ما تنسونيش من صلاح دعواتكم، وامانه ان انتوا تصلوا على النبي في التعليقات، خلونا ناخد ثواب جميعا، وخلونا كده نلم حسنات ونشجع بعض على عمل الخير. عايزه اقول لكم كمان افتقروا جيراننا وحبايبنا ولو بالقليل، لو هتدخلي عليهم
كيس من المكرونه والرز، او كيس حتى شعريه، مكرونه شعريه. ده بجد بتدخلي عليهم الفرحه، وفي نفس الوقت يعني حاجه كبيره جدا يا جماعه. بصوا بقى هنا ده شكلها كان البدايه. عملت بعد شويه بقى، حبيت ان انا كده اعمل كوبايه شاي بلبن كده على السحور، حطيتها كده جنب السحور. وكان في كيكه طلعتها برضو، وقلت كده حاجه بسيطه. واشوفكم حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله على خير. استنوني. استودعكم حفظ الله وامنه. مع السلامه.